السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك. واخا جات متأخرة كنعتذر على التأخير أنني ما حطيتش في هذا رمضان بزاف ديال الوصفات اللي أنا كنت موجداهم، وإنما بسبب ظروف اللي هي صحية ما قديتش نحط، وكنعتذر مرة واحدة أخرى. واخا هكاك قلت هاد الفيديو أنا سجلت غير الصوت كان عندي مسجل، نشاركو معكم ديال هاد المليويات. بصراحة كيجيو خفاف وغزالين وبزيت البلدية لعشاق الزيت البلدية، يعني بلا زبدة بلا والو. انا كيحمقوني بصراحة الرغيفات ولا وبالاخص المليويات اللي هكا بالزيت البلدية كيجيو زوينين، وشتو كي جايين كي مفركين وغزالين فيهم الاسرار باش انا كنخدمهم. قبل ما نبدا ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج، جزاكم الله كل خير، لان بسبب انني ما حطيتش بزاف حيت كنت مريضه ما بقاوش كيوصلوا الاشعارات، واللي وصل له الله يعطيه السر لما يبارطاجي وما يبخلش عليا بالضغط على زر الاعجاب. وبسم الله على بركه الله غادي نمشي معكم المقادير والطريقه ديال التحضير. انا هنا كنحتاج عندي واحد 500 غرام 600 غرام، انا ما عبرتهاش، انا درتها غير عيني ميزاني، ودرت معاها واحد زلافه ديال سبيسيال، وشويه ديال الملحه، وشويه غير شويه ماشي بزاف. هانتوما شفتوا ما كملتش حتى النص ديال الخميره ديال الخبز. ما كنخليهمش يخمروا، وانما في نفس الوقت حيت مع دابا الجو بارد هاد شويه ما كيخمرهمش، وانما كيخليهم يجيو مفشفشين وخفاف. كنحتاج كذلك عندي هنا زلافه ديال كويس ديال زيت بلديه، واحد اخر ديال الزيت الروميه، كاس ديال الطحين، يعني كويس طحين وكويس ديال سبيسيال، وخميره ديال الحلوى ايديال، وكاس ديال الماء باش غادي نعجن. غادي نخلط هاد المقادير الناشفين كاملين مع بعضياتهم باش ينسجموا، ومن بعد غنعجن بشويه ديال الماء اللي كيكون غير مكسور ماشي سخون، وان يعني ماشي بارد وماشي سخون، غير مكسور واحد شويه، حيت انا عندي غرض غير باش ما يخمروش، ما خصهمش يخمروا باش ما يجونيش بحال ملوي مخمر، باش يجوني ملويات مفركين بزاف. صافي غنبقى نعجن بحال هكا كما كتشوفوا حتى نخلط كل شيء، وديك الساعه نعاود نرجع معكم. والماء راه كنبقى نزيدو غير بشويه بشويه، حيت العجينه ما خصهاش تكون جاريه، يعني خصها شويه تكون قابطه راسها باش كداك داك التوريقه ديال الملوي كتجي باينه وكتبقى قابطه. صافي ها هو انا بقيت كنخلطو ودلكتو، يعني الا بغيتو ديروه في العجانه دلكوه بالعجانه، بغيتو تصايبوه هنايا صايبوه. انا بصراحه راني خلطته، وحيت يدي ما فيهاش الجهد باش ندلك، راني قبضت درتو تدلك في العجانه عاد رديتو. نتوما زعما الا بغيتو تدلكوه بيديكم دلكوه، انا صافي كندهنو بشويه ديال الزويته وكنخليه يرتاح واحد شويه ونعاود نرجع معكم. صافي انا رجعت راه ما خليتوش بزاف، يعني جات غير واحد الخمسة ستة ديال الدقائق، حيت هو يعني مدلوك ما محتاجش، وخصني ما يخمرش في نفس الوقت. انا دابا غادي نقسمهم على القياس اللي انا بغيت. اللي عنده الجهد يقسم بيدو بالطريقه البلديه ديالنا يقسم، واللي ما قادش يقسمهم بحال اللي كان غندير انا، يعني بهاد سميتو غادي نقسمهم بموس ولا بلي كان عندكم واجد. انا دابا غنديرهم كويرات هكا 4. صافي من بعد فاش قسمتهم على 4 انا كنعاود ندهن لهم وجههم بشويه ديال الزيت. انا في هذه المرحله راه كنخدم غير بشويه ديال الزويته الروميه، هي بصراحه راه انا زايده فيها واحد المعلقه البلديه، راه كتشوفوا اللون ديالها شويه غالق غير شويه، يعني الروميه زدت فيها غير واحد المعلقه ديال البلديه. وكل كره ديال كل كره من هذوك الكرات ب4 غادي نقسمها هانتوما شفتوا على 6 ديال الكويرات اللي هما كيجيو صغار. بهذه الطريقه كل وحده كنقسمها على 6. غنعاود نشكلهم كويرات ونعاود نرجع معكم، غنمشي معاهم يعني ب4 بهذه الطريقه ونعاود نرجع معكم. صافي انا صايبتهم كاملين بديك الطريقه، هما كاملين يعني كل وحده 4 عطاتني 6 في المجموع، جاوني هنا يعني 4 في 6 24، جاتني 24 حبه. وهانتوما غتشوفوا ثاني الطريقه باش انا غادي نورقهم. والسر ديال التخليطه باش كنورق في الوسط، هنا جبت داك الكاس اللي عندي ديال الزيت بلديه، غادي نديرو في هاد الزليفه،
واللي ما بغاش يدير بالزيت البلديه كيمكن لكم هاد الكاس اللي انا درت ديال الزيت بلديه، غادي ديروه زيت روميه وشويه ديال الزبده دايبه معاها، يعني تخدموا بنفس الطريقه غير هي بالزبده والزيت الروميه. غير انا هادو بالزيت البلديه بصراحه كيجيو بنان وكيعجبوني. صافي درت فيه داك الكاس ديال طحينه الفورس والكاس ديال سبيسيال، وغادي نزيد واحد الخماره ديال الحلوه. انا راه ما درتهاش كامله، درت غير واحد الثلثين ديالها وخليت الثلث. صافي وكنخلط كلشي كيف ما كتشوفوا حتى تيعطيوني كريمه، حتى تتولي واحد الكريمه. شتي هذاك الطحين ديال الفرص هو اللي كيخلي هاد الملويات مورقين من القلب ديالهم، وسبيسيال باش كنحسوا بهم حريرشين في الوسط، ما كيجيوناش رطب، كيعطيو واحد النوع ديال الحروشيه في الوسط ديال الملويه. لان بصراحه الملويه حلاوتها هي ديك الحروشيه، ملي كنكونوا كناكلوها كنلقاو ديك السميده في الوسط ديالها اللي مرقه بها. صافي هانتوما بهذا الشكل انا نخلطو حتى ينسجم كامل، ونعاود نرجع معكم نحيد كاع الكويرات اللي هما ديال الفرص كيبقاو. صافي هانتوما شفتوا كي ولا كله منسجم مع بعضياته، ويكون بهاد التقوليه. الا جاكم خفيف زيدوا ليه شويه، الا جاكم يعني خفيف بزاف زيدوا واحد شويه تاني ديال الفرص. بحال اللي انا بان ليا نتوما شفتوا ملي جيت نخدم لقيت بانه راه خفيف، زدت واحد جوج معالق كبار ديال الفرص، حيت خاص ديك الكريمه تجي شي شويه عاقده قابطه راسها، ماشي سائله يعني ماشي ميه. صافي هانتوما شفتوا نمشي بنفس الطريقه اللي درت المره الاولى، نحيد هاد الحبيبات هكايا بالمساعده ديال هاد المعلقه الصغيره. صافي من ينسجموا انا غادي نعاود نرجع معكم. هاد الثقل اللي انا خاصني شفتو كيهبط بحال غندير شي كريب ولا بغرير، شفتو بحال الشكل انني تخليطه ديال بغرير. دابا غنمشي لدوك العجينه اللي انا درت كواري وغنبدا. انا ناخذ الاولانيه كنقرصها غير بهذا الشكل هانتوما شفتوا، وغنعاود الاخرى. ما كنحتاجش هاد الوصفه دابا في هاد المرحله، ما كتحتاج داك التورق بزاف حتى تولي رقيقه العجينه، لا كنقرصوها بحال هكا وتحاولوا انهم يجيو قد. غنعاود نطلق الثانيه بيديا، ومع العجينه تبارك الله طلقه الورقه كتبقى ترجع ليا. وحاولوا انها تكون يعني الطحين من واحد النوعيه اللي جيده باش منين نمشيو للمرحله الاخرى هانتوما غتشوفوا كيساعدكم باش كيتطلق ويبقى مهرق. كناخذ واحد معلقه هكا ولا جوج معلقات صغار من هاد العجينه اللي انا عندي مخلطه، هاد الكريمه ديال الزيت والطحين والطحين سبيسيال، وكنطليها على الوجه ديالها كامل كيف ما كتشوفوا. وكنحط الاخرى، كنحط ديك الاولانيه اللي انا قرصت فوق منها، وانتم كنجبدهم باش يجيو مقادين. انتم عارفين العجينه اللي كتكون طلقه الورقه وما كنكونوش خليناها بزاف لان فيها شويه الخميره، ما بغيتش نخليها بزاف باش ما تخمرش. صافي هكا كنساعد بيديا باش كنديرهم مقادين. غادي نعاود نقرص، كنمشي بنفس الطريقه غنعاود نقرص وحده اخرى. بصراحه هاد الطريقه كتجي اقتصاديه، راه بصراحه راه ما كنحتاجوش بزاف ديال الزيت. هانتوما شفتوا هذاك القياس اللي درت راه ما كاملش كاس ديال العنبه، يعني فايت النص بشويه ديال الزيت البلديه، وراه شاط ليا من هاد التخليطه ديال الزيت والطحين. راه ملي كتشد لكم راه ما كتخسر ما والو، سدوا عليها في شي قريعه ولا هذا، وملي كتبغيوها كتهزوا تخدموا بها عاديه راه ما كتخسرش. غنجيب هانتوما منين طلقت هذه غنجيب دوك جوج الاولانيين ونحطهم بحال هكا، نحطهم كاملين مع بعضياتهم. يعني ديك الكره اللي انا قطعت هانتوما تشوفوا شحال من ايطاج غادي ندير. كنعاود نطلق واحده اخرى. هذه طلقتها غير واحد شويه وحطيتها، وانا غادي نجيب دوك الاولانيين اللي انا دوك ثلاثه الاولانيين اللي انا صايبت غنحطهم، حيت غندير كل 4 مع بعضياتهم. صافي هذه غنعاود نطلقها، خليتها بحال ارتحت غير واحد شويه وعاود رجعت ليها. غندير تاني هاد المعجون اللي انا عندي ديال الزيت والطحين،
كما كتشوفوا راه ما كديروش بزاف، هانتوما كتشوفوا غير هاد اللي كيتغطى كامله وصافي. كندير هذه فوق منها بهذه الطريقه اللي نتوما شفتوا. كيمكن لكم على حسب القياس ديال الملويه، كل ما بغيتو الملويه تكون كبيره كل ما كديروا هاد الرغيفات مع بعضياتهم. يعني بغيتوها هي صغيره ممكن ديري غير جوج، متوسطه ديروا ثلاثه. يعني كيبقى هاد العدد ديال هاد الطبقات اللي انا كندير على حسب القياس اللي نتوما بغيتو الملويه. كنعاود نضيف انا حيت كنت كل عجينه قسمتها على 6، يعني درت كل وحده درت فيها 6. دوك 6 ديال الكويرات درتهم في كل وحده. ملي كيخرج لي داكشي في الجنب كنعاود نردو في الوسط. غنعاود نطلق هذه هي الاخرانيه. في الاخر خدمت بيديا، ما كاين ما احسن من اليد بلا ما نهز بالمعلقه. صافي انا درتو. غنزيد هاد الاخرانيه هاد السته. صافي هذه هي الاخرانيه. وهانتوما شفتوا راه هبطتها واحد شويه زايده وكنقبض وكنسدهم هكا من الجناب. شفتي كي كندير بيديا باش كتبقى داكشي اللي لداخل كيبقى لداخل، ما كتخرجش ليا ديك التوريقه. وغادي نمشي بنفس الطريقه، غنعاود نكمل اللي باقي ليا بنفس الطريقه ونرجع معكم. انا ساليتهم كاملين وكنهز هاد الاولانيه اللي حطيت وكتبقى راه كتكون طابت، ومع العجينه ملي كتكون مدلوكه كتعطينا الورقه ما كتقطعش لينا. وغير هكا بالخاطر كيف ما انا كنقرصها كتحاولوا تطلقوها في هذه المرحله، راه خصكم تورقوها رقيقه. صافي بشويه بشويه باش داك الجناب اللي انا جمعت ما كيخليوش ديك العمارات ديال ديك الزيت والطحين والسميده اللي فرقت بها في الوسط راه ما كتخرجش. هانتوما شفتوا كي كتجي مسدوده ومطلقه. كنطلقها بهذا الشكل اللي نتوما شفتوا. راه بدا شفتوا الخيال ديال شويه البوطاجي وليني راه كله توريقات، يعني كله في الداخل ديالو راه هو مورق مزيان ومفرق بديك الزيت والطحين اللي درت في الوسط. صافي هانتوما شفتوا. دابا غناخذ شويه من هاد اللي بقى ليا. نتوما شفتوا هادشي اللي بقى زدت عليه ديك الزيت اللي كانت عندي الروميه وهذا زدتها باش غير نكمل باش يقدني باش نكمل. وكما ذكرت قبل راه الا شط لكم هاد التخليطه راه كتخبعوها وتخدموا بها مره واحده اخرى. كنقبض في هاد المرحله كندير غير شويه. هانتوما شفتوا غير واحد شويه كندهن وكنطوي. صافي هانتوما كنطوي بهاد الطريقه اللي نتوما شفتوها هكا وهكا بحال هكا. ما تزيروش وانتوما كتطويو الواغي هكا مرخوفه وقبطوا هاد الجنب ودخلوه هكا الوسط. وباش كنحصلوا على الشكل ديال الملويه غنصايبهم كاملين بنفس الطريقه. شفتوا كي كيجيو. غنرجع نصايب وحده اخرى معكم غير باش تشوفوا. ها هي جبت الثانيه حتى هي. راه من بعد فاش يعني كورتهم راه خليتهم ارتاحوا واحد ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه. غطيتهم وعاود رجعت عليهم باش كيجيوني ساهلين دابا في الطليق. ما كيعذبونيش وكيطلقوا دغيا دغيا. دائما اليد بشي شويه من ديك تخليطه الزيت وهذا اللي عندنا غير هكا غير كندهنوا يدينا باش كتساعد علينا من التفرق. وبالخاطر باش ما تقطعوش. هانتوما شفتوا بحال دابا الا بانت لكم شي وحده زهقات كتعاود تهزوها بيدكم وكترجعوا تردوها للجنيبات باش كطلع فوق من الجناب الاخرين. انا غادي نطلقها ونعاود نرجع معكم. هانتوما شفتوا دابا كي تورقات يعني طلقتها كبيره وشفتوا كيفاش ما مقطعاش. هاد المساله انها ما مقطعاش تترجع بالدرجه الاولى للنوعيه ديال الطحين الا كان الطحين زوين، والثانيه للدليك لان الا كانت العجينه مدلوكه راه كتطلق لينا الورقه. غنرش غير واحد شويه دابا هنا غير شويه. نتوما شفتوا ماشي بزاف ما محتاجاش بزاف في هاد المرحله غير هكا شويه. صافي وغنعاود نطويها كيف ما طويت الاولانيه.
وما تحتاجوش. هانتوما شفتوا القياس اللي انا طلقتها، ماشي تطلقوها حتى تولي رقيقه 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 بزاف، راه غير هذا القياس كيكون كافي، لان هي فيها بزاف كليطاجات كتكون كافي باش تجيكم مورقه وزوينه. هانتوما انا طويتها بنفس كيف ما طويت الاولى، وبهذه الطريقه غنصايب الباقي كله ونرجع معكم. صافي انا طلقتهم كاملين. هانتو كما قلت لكم راه درت فيهم اللي هما قياسهم صغير واللي قياسهم كبير، كيبقى القياس على حسب اللي بغيتو. وفي هذه المرحله راه كيخص العجينه ترتاح، لان الا ما ارتاحتش راه ما غاديش تقرص لكم. كتعرفوا الملاوي ما كيبغوش يتقرصوا دغيا. كنقبط مره وكنقرصهم هكا واحد شويه، وكنعاود نغطيهم فوق البوطاجي. هذه العمليه كتسهل العمليه ديال التقراص. كنخليهم شي ثلث ساعه، وانما كل شويه كنجيو كنقرص واحد شويه بيديا باش كتسهل عليا القضيه انهم يرطبوا دغيا. صافي كنقرص وكنغطي، وانا بالعاني حطيتهم فوق بوطاجي اللي هو بارد باش ما يخمروش ليا. صافي من بعد باش ما ارتاحوا انا هزيت الاولانيه. في هذه المرحله راه انا دايره المقله كتسخن وكنقرص. وما تخليوهمش غلاض بزاف. شو كي انا كنقرصهم تبارك الله، شوفوا كي مفشفشين، كيبان لكم البويقات في التقريصه ديال العجينه. هذا كيعني بان راه هي ناجحه ومفركه من الداخل. صافي انا قرصتها بهذا القياس ديال الرق اللي نتوما كتشوفوا، اللي فيه واحد النص ديال السنتيم. ما تخليوهمش غلاض لانهم هما شتو التبويقه كيفاش مفشفشين، لانهم هما غادي يتفشفشوا ويتنفخوا في المقله باش يجيوكم مورقين وما يجيوكمش مدقسين، حيت كل ما كانوا غلاض بزاف غيجيو مدقسين. صافي انا قرصت. انا المقله من بعد فاش سخنات انا هزيته وحطيته فوق من المقله. وفي هذه المرحله راه ما كنخليهش بزاف، غير واحد شويه، غير ثواني باش كنحط في المقله. نتوما شفتوا. وغادي نقلب لان هذه العمليه كتساهم باش انها يعني تجي مورقه ومفشفشه. صافي انا غادي نعاود نقلبها. انا من كتكون كطيب الملويه كيعجبني نبقى نقلبها، لان داك القليب كيساعد باش انها غادي تفشفش. صافي قلبتها غندهن نطليها بشي شويه، غير هانتوما ماشي بزاف، غير بصبيعتي هكا بديك الدهنه، بهذيك الدهنه اللي انا فورقت بها. لان حتى ديك التحريشه ديال شويه الطحين اللي فيها من كندهنوه في الوجه ديال الملويه كيجي وجه الملويه زوين وماشي ملبد، يعني كيجي يعطيه واحد اللمسه وواحد هذا زوينه. صافي وكنقلبها. هانتوما شفتوا الملويه بدات كتحمر وراها تنفخات. لاحظتوا كيفاش انها تنفخات. والعافيه ما خصهاش تكون ميته قليله، خصها تكون العافيه متوسطه. شوفوا تبارك الله كيفاش غاديه كطيب، باش الملويه كتنفخ على خاطرها وكطيب من الداخل وكتجي خفيفه وكطيب مقاده. شوفوا تبارك الله كيفاش جات، وراه من الشكل ديالها باينه يعني خفيفه ومفركه. وبنفس الطريقه غادي نطيب يعني الملويات كاملين اللي بقاو وغادي نرجع معكم. هانتوما شفتوا تبارك الله كي جاو مفشفشين، جاو خفاف، جاو غزالين، وريحه ديك الزيت البلديه تبارك الله طالعه غزاله وزوينه. وقبل ما يعني نختم هذا الفيديو ديالي كنذكركم باش اللي ما ضغطش على زر الاعجاب يضغط. جزاكم الله كل خير، ومع السلامه، والى فيديو قادم ان شاء الله.